هو لو جدع صح، ايوه، يجيب ورقه ويجي يقعد معانا في المكتب، يجيب ورقه ويقعد معانا في المكتب، تمام. يفهم ويقوم ويقوم ويتكل على الله. ويتكل على الله، تمام. طب السؤال بقى، معلش، احنا دلوقتي عاملين فيديوهات بنقول يا جماعه ان انتوا بتقولوا ان اللي في الصينيه الله، وبنقول برضو ان احنا بنتحدى الكهنه يكذبوا الكلام ده. خلاص، اطلع قول، اطلع رد للناس. هو انتوا ما عندكوش الا البق ده؟ هو الكتاب المقدس بيقول كونوا مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم في المكتب. يعني هل النص ارتبط بالمكتب ولا ايه يا فندم؟ ينفع كده يا انبا وغصن؟ طب ما انت رديت يا انبا وغصن والدنيا كانت حلوه، ما تكمل يا انبا وغصن. يعني الراجل يقول لي تعالى المكتب، ما ترد يا فندم. يعني ما الانبا وغصن رد، يعني سيدك الاسقف نفسه كان بيرد، صح ولا انا غلطان؟ دلوقتي بقى نيجي نقول لكم طب يلا حوار، لا تعالى المكتب. بجد والله انا مستغرب، هو مش شنودة قال تساءل بنتساءل؟ لا تعالى المكتب. طب وهو زكريا بطرس كان في مكتب؟ لا. طب ما شنودة كان بيدافع عنه وبيقول الراجل بيتساءل، ما لهوش علاقه بقى بالمكتب، وبيقول لكم ردوا عليه. طب ما تردوا عليا. ولا هو لما يتكلم في الاسلام حلو، ولما انا اتكلم في المسيحيه تعالى المكتب؟ ما يصحش كده يا جماعه، يعني ما يبقاش متناقضين للدرجه دي، يعني ما تبينوش العوار قوي للدرجه دي، يعني بتبقى مكشوفه اللعبه، يعني بتبقى مكشوفه قوي. فيعني بالالهه عليكم ما دام انتم مسيحيين، يعني بتقولوا الوهيم يعني الهه، بلاش الكلام ده يا جماعه. يعني خلوكم واضحين، قولوا مش عايزين نرد عادي. ولا هو لازم الرد السؤال يجي من مسيحي؟ امال بتزعلوا ليه بقى؟